انه كل مرة اعيد واقول نفس الكلام. دي السنة الثالثة يا ولاد المتتالية اللي اضطر اقعد واعمل فيها ان روحي رياضية وان انا سعيد وان انا بحب النادي الاهلي واقدم التهنئة للنادي الاهلي وروح الفانيلا الحمراء وجمهور النادي الاهلي وان ازاي انا سعيد قوي بالحكاية دي جدا وانه الواحد يعني سعيد قوي ومفيش اجمل من كده وانه ايه يعني النادي الاهلي كده يعني بضطر لازم اعملها. لكن مبروك يعني الاهلي اخد الدوري واحنا خدنا عبد الله السعيد. مش عارف دي تعوض دي ولا لا. واظن ان عبد الله السعيد ممكن يساهم باننا نحافظ على المركز الثاني السنه الجايه برضه. يعني عبد الله السعيد هيكون مفيد جدا بالنسبه لنا ان احنا نحافظ على المركز الثاني. اشك ان في العالم كله في الثنائيه الظالمه دي حقيقي بجد. يعني انا ما اعرفش بلد فيها حد على طول يعني ريال مدريد وبرشلونه، مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، بايرن ميونخ ويعني كل الدول العالم فيها ثنائيات. انزل خلي اخوك يركب شويه. يعني فكره ايه انه التتالي التطور الدراما اللي مش عارف ايه كل هذه الاشياء يجب ان احنا كنا نشوفها بمصر، انما للاسف مضطر للسنه الثالثه على التوالي. انا فاكر احد لاعبي الزمالك من سنه 2015 كده كان قال تصريح، لاعب موجود على فكره بيلعب بس مش لازم اقول اسمه، يعني انه فين على ما الاهلي ياخد الدوري تاني.